اهلا بيكم. فيديو النهارده هيكون عن مشتريات شهر فبراير واهم العروض اللي موجوده في كازيون ماركت وموجود في كارفور. تابعوا معايا الفيديو للنهايه عشان اقول لكم ايه احسن مكان موجود فيه عروض واقول لكم رايي فيها. يلا بينا بسرعه نبدا. اهلا بيكم في مطبخ حاجه حلوه. لو اول مره تشوفونا اشتركوا في القناه وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكم كل وصفاتنا الجديده. النهارده الفيديو بتاعنا هيكون عن مشتريات شهر فبراير. انا نزلت مكانين الشهر ده على اساس اجرب واشوف فرق العروض. نزلت كارفور وكمان نزلت كازيون عشان اقارن بينهم، ولاني كمان مش كل واحد فيهم كان متوفر فيه كل الحاجات اللي انا محتاجاها الشهر ده، فاضطريت ان انا انزل كارفور الاول وشفت العروض اللي فيه وجبت منه شويه حاجات، والحاجات اللي نقصت وما قدرتش اجيبها في كارفور نزلت كازيون واشتريتها وكملتها من هناك. تعالوا بسرعة نشوف كده احنا جبنا ايه وعملنا ايه ووفرنا كام. وكمان برضو ان شاء الله هحط لكم لينك للفيديو اللي جاي عشان اقول لكم فيه الفلوس اللي قدرت اوفرها الشهر ده اشتريت بيها ايه. يعني انا ببقى عاملة ميزانية كده حسبة 1000 جنيه بقدر اشتري بيها خلال الشهر الحاجات بتاعت السوبر ماركت والمكرونات والرز والحاجات التلاجة دي. دايما انا ببقى حاطالها كده ميزانية 1000 جنيه. انا الحمد لله الشهر ده طبعا مع في ظل غلا الاسعار والاسعار طبعا مختلفة تماما عن الشهر اللي فات، قدرت ان انا استغنى عن حاجات اللي هي مش ضرورية قوي، والفلوس اللي وفرتها اشتريت بيها حاجات تانية انا محتاجاها برضو. برضو انتوا لما تيجوا تنزلوا حاولوا تستغنوا عن الحاجات اللي انتوا بالنسبة لكم مش ضرورية، لان فعلا الاسعار بقت غالية جدا. يلا بسرعة اقول لكم انا جبت ايه وايه العروض اللي كانت موجودة هناك. هبتدي بالحاجات اللي انا اشتريتها من كارفور وهقول لكم الاسعار بتاعتها. اول حاجة بصوا انا اشتريت مكرونة بساطة. المكرونة دي كان موجود منها هناك كذا شكل. الكيس ده كيس 1 كيلو جرام اهو زي ما انتم شايفين. الكيلو ده كان ب 19.95 قرش. انا جبت منه كل الاشكال اللي موجوده، جبت المعوجه وجبت الاسباجيتي وكمان جبت المكرونه الفرن، وجبت اهو المكرونه اللي هي الخواتم زي ما انتم شايفين كده، والمكرونه الرفيعه اللي هي بتاعه التحمير. دي الاشكال اللي انا لقيتها من المكرونه دي هناك في كارفور. لقيت هناك كنت عايزه اجيب شعريه، لقيت هناك ده اسمه احلى وصفه، برضو الكيلو لقيته ب20 جنيه. ده جبته من هناك كان كويس برضو، جربته قبل كده جبت منه الشعريه لان ما لقيتش من بساطه شعريه هناك خالص فجبت ده. بعد كده دخلت على قسم السمن بقى والزيوت والحاجات دي. انا دورت كان اغلب الزيت اللي موجود هناك كان ذره، وانا بحب اجيب زيت دوار الشمس، فما لقيتش هناك دوار الشمس خالص غير هلا وزيت تاني اسمه ريحانه. برضو ده كان زيت دوار الشمس. انا لقيت دي عليها عرض. بصوا دي 2 لتر وربع. انا لقيتها ب140 جنيه، يعني هي بره بتتباع ب160 اللي هي ال2 لتر وربع. انا لقيت دي 2 لتر وربع ب140، فهي وفرت معايا جامد فجبتها. كانت برضو من العروض الحلوة اللي كانت موجودة في كارفور. والسمن هناك كان مش عليه عروض قوي زي بره، بس يعني فرقت معايا حاجات بسيطة. دي روابي اللي هي الكيلو الا ربع اللي هي 750 جرام. دي انا جبتها ب49 جنيه، هي بره بتتباع ب55. بس انا اصلا ما بستعملش السمن المهدرج، ما بستخدمهاش كتير يعني، بس انا بحب اجيبها بحيث تبقى موجوده في البيت لو اتزنقت لها او حصل حاجه بقدر ان انا استخدمها. برضو كنت عايزه اسالكم لو في نوع سمن انتوا بتستخدموه، يا ريت تكتبوا لي في التعليقات لو في نوع افضل من روابي وجنة بالنسبه للنوعيه دي من السمن. انا عارفه ان في انواع تانية زي سمن فرن اللي هي الحاجات الطبيعيه، بس انا دايما بعمل السمنه والزبده في البيت، بس بخلي عندي دي احتياطي، يعني لو احتجت لها او اتزنقت لها في وقت بخليها. اكتبوا لي في التعليقات رايكم في نوع روابي، ولو في نوع تاني انتوا شايفين ان هو افضل ممكن تقولوا لي عليه في التعليقات. هنيجي برضو بعد كده الزبده. انا كنت متعوده ان انا بستعمل برضو لما بتزنق بستعمل فرن، بس ما لقيتهاش هناك، يعني انا ما لقيتش هناك غير لورباك
الزبده اللي هي السايبه بتاعتهم هناك. وما لقيتش غير كريستال، اول مره اجيبها بصراحه. وبرضو عايزاكم تكتبوا لي في التعليقات رايكم في الزبده بتاعت كريستال، هل هي حلوه في الطبخ والحلويات؟ انا برضو بستعملهاش كتير، بس احيانا برضو بتزنق لها، فبحبها تبقى موجوده عندي في الفريزر. فعايزاكم تقولوا لي هل هي افضل، فرن افضل، يعني قولوا لي انهي زبده افضل بناء على تجربتكم. هستنى رايكم في التعليقات. بصوا دي جبنه دوبل كريم، دي بتبقى طبيعي موجوده هناك في كارفور. ده النص كيلو ب 48 جنيه اهو. دي جبنه، وطبعا في انواع جبن هناك كتير، في جبنه كريمي وفي جبنه اسطنبولي. انا جبت ربع من الاسطنبولي، بنستخدمها احيانا. الربع هناك ب 30 جنيه. الجبن دي حلوه قوي هناك. انا نسيت اقول لكم ان سمن الزبده بتاعت كريستال سعرها كان ارخص من فرن. يعني انا فرن دلوقتي وصلت ل 85 جنيه، لا انا جبت كريستال ب 70 جنيه. كمان جبت البوادي دي اللي هي 970 جرام. دي البوادي دي انا لقيتها هناك ب 77 جنيه. طبعا كنت في الاول مستغلياها، حاساها يعني غاليه مش هجيبها. بس انا اكتشفت ان بره العلبه دي وصلت ل 100 جنيه، فانا فعلا وفرت معايا كتير. يعني وفرت معايا 25 جنيه علبه الحلاوه بس عن بره. فبرضو ممكن تجربوها. احنا بنعمل الحلاوه، انا دايما بعمل الحلاوه في البيت. لو عايزيني انزل لكم فيديو بطريقه عمل الحلاوه في البيت اكتبوا لي في التعليقات وانا هعملها ان شاء الله معاكم. انا بس احيانا بجيب اللي هي المعلبه لما بيكون ما عنديش وقت. فانتوا شوفوا لو حابين ان انا اعمل لكم الحلاوه اكتبوا لي في التعليقات وانا اعملها معاكم ان شاء الله. دي كانت الحلاوه. لقيت هناك في دقيق غير المعبأ، يعني اللي موجود في اكياس. الدقيق المعبأ اللي موجود في اكياس انا لقيته هناك يعني 24 25 جنيه الكيلو باختلاف الانواع طبعا. انا بقى لقيت هناك ده دقيق سايب بس متعدد الاستعمال ودرجه كويسه. الكيلو منه كان ب 18 جنيه، فانا جبت منه انصاص كده. دول 4 انصاص من الدقيق ب 18 جنيه. طبعا وفر معايا كتير. والنوعيه اللي هما بيعبوا منها تقريبا اسمها الامبراطور، والنوعيه دي كويسه جدا. انا كنت جربتها قبل كده، بتنفع في الكيك وفي الحلويات. ما بحسش ان هي مختلفه تماما عن الانواع التانية. نيجي بقى لحاجات مستحضرات التجميل. انا لقيت هناك النيفيا سبراي، لقيته هناك ب55، مع انه هو عندنا هنا بيتباع ب65 جنيه في الصيدليات. فطبعا دي وفرت معايا مش اقل من 10 جنيه. وبرده الشامبو ده انا جبته من هناك ب40 بدل من 45 جنيه. برضو موجود عندنا هنا في الصيدلية ب45. وفر معايا برضو شوية. دي كانت الحاجات اللي عليها عروض الى حد ما طبعا موجودة في كارفور. هدخل بقى معاكم على الحاجات اللي هي بتاعت كازيون. بصوا انا لقيت في كازيون العرض ده. دول 3 باكيت مناديل سحب اللي هي فاميليا اهي. دول التلاتة انا جبتهم ب50 جنيه. يعني هما بره بيتباعوا ب60، انا جبتهم ب50 جنيه من كازيون. هناك في كارفور انا ما لقيتش فاميليا اللي هو ال3 قطع. اللي لقيته اللي موجود كان 6، وما كانش، ما حسيتش ان العرض كويس. يعني كان العرض ب120 بتاع ال6 قطع. فانا حسيت ان لا، ده اوفر بكتير من اللي كان موجود في كارفور. تمام. برضو الحاجات اللي جبتها من كازيون، انا لقيت هناك لسان العصفور النوعية دي اللي هي كايرو اهو. دي انا لقيتها هناك الكيس 400 جرام ده لقيته هناك ب6 جنيه. جبت منه كيسين. برضو كان اوفر من النوعيات التانية. وعلى فكرة نوع كايرو ده نوع ممتاز جدا في المكرونة ولسان العصفور والشعرية. انا لقيت منه هناك في كذا نوع. يعني لقيت المكرونة الفرن، ولقيت المكرونة السباكيتي. يعني لقيت منه اكتر من نوع، بس انا عشان كنت جبت من كارفور دول فما جبتش غير الحاجات اللي ناقصاني بس. برضو لقيت فيه هناك نوع مكرونة اسمه ستار.
النوع ده كويس برضو جدا، والكيلو منه كان ب19 جنيه 95 قرش. ده اسمه ستار، برضو موجود منه اكتر من شكل، موجود السباكيتي وموجود الفرن هناك. انا جبت منه السباكيتي بس. ولقيت هناك عدس اصفر، وبرضو كان فيه عدس بني اسمه الاطيب. عدس الاطيب ده انا جبت منه النص كيلو ب21 جنيه. طبعا هو اوفر من بره لان دلوقتي العدس عدى 52 جنيه. فده النص كيلو انا جبته اقل بكتير من بره. كمان انا لقيت هناك في كازيون لقيت فيه رز اسمه رز الواحة. الرز ده انا لقيت شكله كويس، بس هو 900 جرام اهو، هو 900 جرام وب 13 جنيه ونص. انا بصراحة مش عارفة هو نوعه كويس ولا لا، فانا عشان كده ما جبتش منه غير كيس واحد. قلت اجربه، بعد كده لو طلع كويس ممكن اجيب منه تاني. ده كان كيس 900 جرام ب 13 جنيه ونص. برضو لقيت هناك نوع شاي. انا طبعا عايزه اقول لكم ان مفيش شاي العروسه مختفي من الماركتس خالص، معرفش ايه السبب يعني. ما لقيتش في كارفور غير شاي العروسه اللي هو الباكيتس بس. وفي كازيون ما كانش فيه العروسه خالص، ما كانش فيه غير لابتون، واحنا بصراحه مش بنفضله قوي. بس لقيت النوع ده اسمه ريد ليبل. ريد ليبل ده انا كنت جربته عند والدتي، فقلت ايه اجربه كده جايز يعجبهم هنا في البيت، ولو عجبهم نجيب منه تاني. ده بصوا العلبة الصغيرة اللي زي بتاعة العروسة دي كنت جايباها ب3 جنيه ونص. يعني العلبة دي انا كنت جايباها ب3 جنيه ونص. معرفش بقى مدى جودتها ايه، هجربها وهكتب لكم رأيي فيها. وانتوا برضو لو تعرفوا نوع شاي كويس غير العروسة يا ريت ترشحوه لنا، عشان احنا تعبنا بصراحة. شاي العروسة مبقناش نلاقيه بسهولة، وقل خالص يعني، بنلاقيه بصعوبة جدا، وبرضو غلي قوي عن الاول. فلو في نوع شاي انتوا شايفين ان هو كويس زي العروسة يا ريت تكتبوا لي في التعليقات ونفيد بعض كده. وجبت مرقة الدجاج، وجبت كده كيس نسكافيه عشان ايه بالبندق. كيس نسكافيه بالبندق ده طبعا احنا مش بنشربه، بس انا جبته عشان بعمل بيه الصوص بتاع النوتيلا لو هزين كيك مثلا او حاجة، او هعملها في الساندوتشات للولاد في المدرسة. فبحب احطها على الخلطة بتاعة النوتيلا اللي انا بعملها في البيت، بتدي طعم البندق. ودي كانت المشتريات بتاعتنا بتاعت الشهر فبراير، ودي كانت اهم العروض والحاجات اللي شفتها في كازيون وفي كارفور. لو الفيديو عجبكم دوسوا لايك وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة. ان شاء الله باذن الله هنزل لكم فيديو جديد بالفلوس اللي وفرتها من ال1000 جنيه بتاعتنا، اعرفكم بيها اشترينا ايه. واستنونا في فيديو جديد من مطبخ حاجة حلوة. مع السلامة.